اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الجو المتلج ده احلى كوبايه حمص الشام تدفي الواحد وتدفي القلب كده في الجو المتلج ده. وتعالوا واحنا بنعمل الحمص الشام نعرض النهارده المشكله بتاعتنا. بتقول انا اتجوزت، جوزي هو مش الكبير ومش الوحيد، هما 5 صبيان. كان في اخ ليه متجوز قبل مني، بس كانت مراته ربنا ما رزقهاش بالحمل بقالها سنين. انا اتجوزت ودخلت، حملت على طول. بعدها سلفتي مفيش، حملت بعدي على طول. آه بس كانت هي وحماتي يعتبر قرايب. فانا اول ما عرفت ان هو ولد رحت جري على حماتي وقلت لها يا حماتي افرحي ان هجيب ولد وهنسمي محمد و... وانا عارفة ان اكيد هتفرح، يعني احنا عندنا في الارياف وفي الصعيد ولد، كلمة ولد تعز بلد. وقلت بس تفرح لي وفرحتهم هتبقى بأول حفيد مش سايعة. لقيتها كسرت بخاطري واتفاجئت برد فعلها. بتقولي لأ ما تسميش، انتي مش هتسمي محمد، سلفتك اللي شايف لها في الحلم ان هي اللي هتخلف ولد وهتسمي محمد، انتي ما تسميش. قلت لها ليه يا حماتي، ده الاسامي محبة، ما هي تسمي وانا اسمي. قالت لي لا انتي ما تسميش. زعلت وخدت على خاطري واتضايقت جامد، بس فوضت امري لله وقلت ربنا هياخد لي حقي. سبت على ربنا وفاتت الايام والشهور لحد ما جت سلفتي ولدت قبلي وجابت بنوته وسمت ابتسام، وانا ربنا كرمني بالولد وجبت وسميت محمد. يا جماعة ربنا مش بيبقى على كيف حد، وهينصركوا حتى لو اتظلمتوا. قولولي بقى، انتوا شايفين ان الاسامي محبة، ولا انتوا لو مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ وهل انتوا من النوع اللي ممكن يسمي اسامي قديمة ولا لا؟ لو عندكم مشكلة حابين اعرضها ابعتولي. باي باي.